أحداث طبعت أمس وأول أمس. أول أمس كان هناك امتحان للأساتذة الذي ترشح له أكثر من مليون أستاذ، ترشح له مليون أستاذ من أجل الظفر ب28 ألف منصب. الغريب والعجيب أن من ترشحوا لتربية وتعليم الجيل أراد بعضهم الاستعانة بالغش من أجل الظفر بمنصب يرتكز أساسا على القيم والأخلاق. ومثل ما لاحظنا على صفحات الفيسبوك كان هناك العديد من محاولات الغش. حتى محتوى الامتحان صنع الجدل، لأنه من بين الأسئلة كان هناك سؤال في مادة التكنولوجيا حول الغسالة التي أرادت تحريكها أخت محمد، واقتراح حلول لتحريك هذه الغسالة، وحديث أيضا عن انقطاع التيار الكهربائي وما هو سبب انقطاع التيار الكهربائي. ولكم أن تتخيلوا هل يمكن إيجاد أجوبة نموذجية، لأن هنا المشكل كثير تحدث عن هذه الأسئلة، لكن أيضا الإجابة النموذجية هي مشكل، لأنه كيف سيصحح الأستاذ هذه الامتحانات إذا ما كانتش عنده هذه الأجوبة النموذجية؟ لأن هناك من يرى أن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو شرارة كهربائية، هناك من يرى أن السبب مثلا هو عطب على مستوى شركة سونالغاز، هناك من قد يرى أن السبب هو عدم تسديد الفاتورة للعائلة. حتى أخت محمد قد تستطيع تحريك الغسالة. أيضا لا يمكن إيجاد أجوبة نموذجية لمثل هذه الأسئلة. إذا كانت أخت محمد لها الصحة الكاملة تستطيع تحريك الغسالة لوحدها، إذا كانت غير قادرة على ذلك قد تستعين بمحمد أخوها. يعني المشكل كان مطروح على مستوى الإجابة، كيف سيكون تصحيح هذه الإجابات إذا لم نستطع إيجاد أجوبة نموذجية؟ وهذا سؤال يبقى مطروح. الحدث